السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ديك زين. قابلنا محبطين، أيوة قابلنا. دعينا ناس لهذا المشروع ورفضونا، نعم، كثير ولغاية الآن. من 15 سنة لغاية الآن بعض الناس بندعيهم بيرفضوا، مش بعض الناس، أغلب الناس. سجلنا ناس وبدأوا معانا وبعدين توقفوا كثير كثير. لكن هذا المشروع مشروعنا، احنا اللي لازم نستمر، وبالاستمرار والاستقطاب المستمر حنقابل الناس أشباهنا اللي يصبروا ويستمروا وينجحوا ويكونوا قادة يقودوا أمة بعدهم. فشوفوا اليوم الحمد لله في فريقي ناس وأعضاء أصبح في فرقهم آلاف الأعضاء وبيحققوا آلاف النقاط. أنت كمان استمر. اليوم حتحبط، بكرة حتحبط، بعد سنة حتحبط، بعد سنتين حتحبط، بعد 5 سنوات حتحبط، وحتضل يقابلك محبطين كثير. بس انت استمر وحتنجح. بكرة لما يكون عندك في الفريق شخص مثلا مثل جمال المسعدي، كم في فريقه الآن؟ كم في فريقه؟ تخيلوا الشخص اللي استقطبه كان يعتقد انه جمال المسعدي حيجيب 2 مليون عضو شوية. لا، اكيد استقطبه زيه زي عضو، زي ما استقطبناك الآن وزي ما استقطبك الشخص. يمكن بكره تجيب ملايين الاعضاء. بكره وانت بتستقطب دائما حتحصل واحد زي جمال المسعدي، حتحصل واحد زي محمود المصري، حتحصل واحد مثل لؤي محمد، حتحصل واحد مثل رائد عباس يمسك وكاله لبلد. حتحصل وحتحصل حتحصل بالاستمرار. استمر انت. سيبك من الناس اللي سجلوا معك، هذول هم احرار، اهتموا بمشروعهم، ما اهتموش بمشروعهم هذا خيارهم. لكن انت اهتم بمشروعك وابحث باستمرار وحتلاقي الناس الناجحين، وهذول الناس الناجحين هم اللي تحتاجهم في فريقك. الباقي يعني اتدرب على الاستقطاب معهم. لكن الناجحين حتلاقيهم. صدقني الطموحين موجودين في العالم، ويمكن موجود جنبك بس انت مش حاسس. موجودين جنبك وفي حيك، ويمكن احد اقاربك يكون من هذول الطموحين اللي يصنع بعده ملايين القادة. بارك الله فيك. استمر استمر. ومن يستمر يصل. 15 سنة وغيري 20 سنة. انت لسه ما صار لك الا شوية ويصيبك الإحباط. انتبه انتبه. استمر، استهلك، استقطب باستمرار وحتوصل إن شاء الله. وحذكرك لما أقابلك في رحلة ولا أقابلك في مؤتمر كبير وهم يكرموك ونحتفل بك ونصفق لك. تخيل القاعة مليئة وتصفق لك. الله يوفقك. السلام عليكم.